المهن والكفاءات لجهات الداخلة والذهب هي ثامن مدينة يتم إطلاقها في إطار تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، وهو العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة لإصلاح قطاع التكوين المهني، والتي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله في أبريل 2019. وتجسد هذه المدن رؤية ملكية واضحة ودقيقة تخص الجيل الجديد من مؤسسات التكوين المهني، والتي يشترط فيها أن تقدم عرضا تكوينيا يتماشى وحاجيات سوق الشغل والمنظومات الاقتصادية والجهوية من جهة، بالإضافة إلى الاشتراط أن تتوفر على فضاءات مبتكرة، وأن تعتمد طرق بيداغوجية وتقنية خاصة تمكن من تفجير طاقات المتدربين وجعلهم يكتشفون مهاراتهم الذاتية. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات لجهة الداخلة والذهب، فقد تم تصميمها وإنجازها لتوفير عرض تكويني يناهز 1400 مقعد بيداغوجي سنويا من خلال 33 شعبة وتخصص مرتبطة ب6 قطاعات، وهي الصيد البحري، الفلاحة، الصناعة الغذائية، التسيير والتجارة، المجال الرقمي، بالإضافة إلى النقل واللوجستيك. كما تتوفر هذه المدينة على ملحقة تمثل قطب للسياحة والفندقة على مستوى المعهد ديال ليسHT الذي يتواجد على مقربة منها، ويوفر بالإضافة إلى العرض المذكور 450 مقعد بيداغوجي إضافي سنويا، وما يقارب 10 تخصصات مرتبطة بهذا القطاع. تتوفر كذلك مدينة المهن والكفاءات لجهة الداخلة والذهب على داخلية لإيواء 150 شابة وشاب. تعتبر هذه المدينة إحدى 3 مدن للمهن والكفاءات التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية، والتي تشمل مدينة المهن والكفاءات للعيون الساقية الحمراء، والتي تم إطلاقها في موسم 22-23. هذه المدينة هذه بالإضافة إلى مدينة المهن والكفاءات لجهة قلميم ودنون، والتي سيتم إطلاقها إن شاء الله قبل نهاية السنة. خليقي السالك، متدرب شعبة جيستيون دونتربريز. اليوم متواجدين في CMC في التدشين ديالها. صراحة CMC اختاريت هذه الشعبة بعد لأنها كتماشى مع المتطلبات والرؤية ديالي المستقبلية. واليوم كنشاهدوا في CMC عدة تخصصات اللي من بينهم الشعبة اللي اختاريت أنا، ومجهزة بآخر التجهيزات، وهناك عدة فضاءات اللي محتاجين الطلاب خصوصا هنا بمدينة الداخل.